السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعمل ايه؟ فكرة حلوة كده. عندي محافظ كده يعني اكياس للفلوس حلوة كده بس خفيفة. يعني انا بحب الاكياس دايما تبقى خفيفة علشان ما تحطي فيها الفلوس، تحطي فيها اوراق صغيرة كده بتبص تلاقيها ايه، تقيله بتقل الشنطه. فانا بحب الاكياس الخفيفه دي عامه. فانا جبت اتنين، واحد صغير واحد كبير، بس الاتنين حقيقه السوسه بتاعتهم باظت. طب اعمل ايه؟ ارميهم؟ وبيني وبينك لما بدور ما بلاقيش الخفاف دول. يعني شوفي ما بلاقيش خفيفه كده، مهما بصي ما تحطي فيها حاجات ما بتقلش الشنطه. فانا قلت ايه، طيب السوسته باظت مش مشكله، يعني حتى حطيت لها جرار. بصوا لسه مركبه لها جرار، برضو الجرار مش عايز يقفل مع السوسته نفسها. يعني الجرار ده انا لسه مغيراه ولسه مركباه، مش عايز يقفل مع السوسته. فانا هعمل فكره تانية علشان يعني اخلص من المشكله دي، لاني انا ده مش الجرار بتاعها. الجرار بتاعها اهو انا لسه شايلاه، كان هنا هوريهولكوا اهو، لسه رمياه. شلته وغيرته لقيته برضو مش نافع. يعني الجرار بتاعها الاصلي شلته ما كانش برضو نافع، رحت مركبه الجرار ده اهو. اهو الجرار بتاعها اهو، شلته قلت اغير الجرار واحط له ايه، جرار جديد على اساس ايه يقفل مع السوستتين. لقيتها برضو مش نافعه. يعني بصوا اوديها كده ما بيقفلش، اوديه كده ما بيقفلش. فانا عملت ايه، كنت ده فتحت بقى حته من هنا كده. بصوا فتحت من حته من هنا ودخلت الجرار الجديد اللي انا حاطاه ده. فانا مش هينفع ايه الجرار الجديد ده، هعمل ايه، هعمل فكره تانية. هخلع الجرار ده خالص بقى. بصوا هخلعه تاني وهعمل ايه فكره تانية. رحت جايبه من عندي سوسته، شريط السوسته ده عرضه 3 سنتي. انا بجيبه من الادوات بتاعه الشنط، في مكان كده في العتبه عندي تقريبا كده قريب قوي من قدام حاره الميزان على الصف التاني. يعني هو بالظبط في الرواعي، يعني ناحيه الرواعي كده. هو في ناس بيبيعوا الحاجات بتاعت ادوات الشنط ديت، اللي هي في حته كده عندي توديك عند درب البرابره. لو دخلت لها من الموسكي توديك عند درب البرابره، ولو دخلتي برضو من عند درب البرابره في الاخر كده، يعني من تخش من عند درب البرابره من عند شارع الجيش، من عند العتبه كده تمشي اخر الشارع ده قبل ما تطلعي للموسكي. هم محلات كبيره بيبيعوا الادوات دي، بيبيعوا ادوات السوست دي بالمتر، وبيبيعوا جرارات دي بالواحد. فانا كان عندي قلت انا هعمل فكره تانية جديده خالص. انا هعمل ايه، بصوا بقى. انا هفتح دي من هنا، انا فاتحه دي من هنا كده اهو. دلوقتي اللي انا ده كنت مدخله منها الجرار، هضطر طبعا افتح الناحيه التانية زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا هفتح حته برضو في الناحيه التانية كده، اشيل الخيط منها اللي عليها علشان اعمل الفكره بتاعتي. اللي انا ان شاء الله هحاول اشغل الكيس ده تاني جديد. انا بفك الخيط كده اللي عليه اللي متقفل بيه الناحيتين دول. عايزه افتح حرف كده بس زي من الناحيه التانية كنت فاتحه فيها حرف. فتحت حرف كده اهو، فتحت هنا حرف كده اهو. بصوا فتحتها كده عشان تبقى كده، وفتحت حرف هنا عشان دي تبقى كده. والسوسته بتاعتي طبعا لما بجيبها بدخل لها الجرار زي ما انتم شايفين هنا. انا بقى عشان ادخل الجرار هنا بسهوله بمسك الحرفين دول الاول واضغط عليهم كده بالكماشه دي، يقوم البلاستيك اللي هنا ده كده ايه بيتطبق. اما يتطبق هيبقى سهل يدخل معاكي. وهي تو ما دخل اول سنتين هتبص تلاقيه مشي معاكي. تمسكي السوسته كده وتروحي قبل ما تدخلي فيها تروحي ايه مطبقاهم كده قوي قوي الحرفين دول. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تركبي السوسته هتدخليها كده، هتمسكي كده تدخلي واحده، تدخلي واحده كده وتروحي قلبه كده الايد دي لفوق. بصوا واخدين بالكم علشان اوريكم. هتدخلي مثلا دي كده وتروحي قلبه ماسكه دي كده، روحي رافعاها لفوق بعد ما تدخلي الثانيه، وتروحي مدخله الثانيه، وتروحي ايه هيبقى عندك ايه حرف تلقطيه كده بحرف ابره كده. لو عايزه تمسكيهم الاثنين بحرف الابره وتشديهم واحده 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 هتلاقيه داخل معاكي. بس انا ما رضيتش ايه اخليكم معايا علشان على الفيديو، علشان خاطر ايه ممكن ايه يعصلك حبه ولا حاجه، فما يستهلكش وقت الفيديو وتتضايقوا من طول الفيديو. فانا جبت دلوقتي اهو
خلاص فتحت هنا وفتحت هنا. ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ هسيب حته هنا كده صغيره، بصوا، وهبتدي اخيط ايه، اخيط دي في دي، هخيط ايه، هخيط دي على دي. بصوا هسيب حته كده من هنا صغيره، وهبتدي اخيط من هنا كده، امشي بقى ايه بطريقه منتظمه كده عشان حتى لو بان ما يبقاش. اعمل غرزه من فوق صغيره، بصوا اهي، خليه فوق على حرف برضو كانه هو التاني. انا بخيطه في السوسته القديمه كاني ده هو، يعني كانه هو السوسته القديمه. شايفين السوسته القديمه اخرها لحد حدز الجلد، هي دي برضو هتبقى اخرها لحد حدز الجلد كده زي ما انتم شايفين معايا كده. تمام تمام. هروح داخله كده عامله الاول غرزه هنا بالعرض، واروح بعد كده ماشيه اعمل غرزه الاول بالطول وبعدين همشي كده بالعرض. هعمل غرزه بخيط بابره كبيره، وخيط يكون يعني تخينش الى حد ما عشان، وعاملاها جوز بقى. يعني خلي دايما الغرزه الكبيره من تحت، وهنا برضو تعملي غرزه صغيره كده بالعرض، وتطلعي غرزه صغيره كده بالعرض، وتاخدي من تحت الغرزه الاكبر عشان الخيط برضو يبقى شكله برضو مش وحش. يعني هو في الاول وفي الاخر هيبقى محطوط في الشنطه مش باين، بس برضو عشان لو طلعتيه تطلعي فلوس ولا حاجه قدام حد ما يبقاش وحش. بصي، وهفضل اعمل كده غرزه صغيره من فوق تبان، اللي تبان من فوق تبقى غرزه صغيره، واللي من تحت اعملها غرزه كبيره لانها مش هتبقى باينه. طبعا واخدين بالنا ان السحاب هيبقى فوق كده، وهفضل اخيطها لحد ايه، لحد ما اخلص. احاول اخيط لكم ناحيه والناحيه التانية اكملها لوحدي علشان الفيديو ما يطولش عليكم. عشان اوريكم الفكره هنحوله ازاي لكيس شغال وحلو وجميل. يعني هي مش حكايه ان انت مثلا مستخسره ولا بتاع، لا، الحكايه ان انت حاجه مريحاكي بصراحه، بيلملي كل حاجه، وفي الوقت نفسه خفيف في الشنطه، لان لما الكيس نفسه بيبقى تقيل، يعني محفظه وجيوبه وحاجات انا مش بحبها ابدا. المحافظ الطويله اللي فيها 100,000 جيب، اللي فيها معرفش، انا بحب ده بحط فيه كل حاجه، الفكه والصحيح وكله، بتحسي ان انت واسع معاكي براح، بتقدري تلاقي حاجتك بسهوله. بصوا بقى، اديني ايه قربت اخلصه. الخيط خلي بالكم، بصوا الخيط شديد شويتين اهو، بصوا الخيط ده وعاملاه فتلتين برضو، بصوا شديد شويتين اهو. ابتدي خلي بالك كده وانت حاطه، تسندي ايدك كده عشان تخليه فوق الجلد، عشان زي نفس على التانية، مش يعني فوقها ولا باينه، يعني التانية خلاص ما بقتش باينه خالص، انت لغيتيها باللي انت عملتيه ده. انت دلوقتي بصي الحته اللي اشتغلناها اهو، بصوا لما يتقفل كده هيبقى مش باين ابدا ان انت حطيتي سوسته على سوسته، هو كانه سوستته دي. المهم انت تبقي ايه منزله كده. بسم الله، عشان ايه السعجله بتعمل تعقيد في الخيط، فربنا يستر. اهي انا دلوقتي هوريكم، بس مجرد ان انا هحاول اقص واحول على الناحيه التانيه هبتدي اقفله لوحدي، وابقى ارجع لكم تاني اوريه لكم اتعمل ازاي وبيتفتح ويتقفل ازاي وشكله عامل ازاي. مش هتصدقوه ان ده خلاص كان هيترمي. انا والله عندي اكياس كتير وجايلي هدايا، يعني بيجيلي هديه اكياس، بس انا مش بحب المحافظ ابدا الكتيره ديت، وهي نفسها تقيله قوي. الواحد طبعا انتوا عارفين يعني بيبقى عايز الحاجه السهله المريحه، مش عايز الحاجه المكلكعه وتقعدي تفتحي سوسته وابزيمه وبتاع. ده هي سوسته بجرها
بلاقي نفسي حاطه ايدي كده زي جوه حاجه كبيره كده بتريحني. اني خلصت اهو. انا سايبه من هنا قيمه ايه؟ قيمه سنتي ولا سنتي ونص. هسيب لي برده. هجيب بقى، بصوا شفتوا انا لو انا هخيط بقى الناحيه التانيه وهيبقى عامل كده. شفتوا انتوا عامل ازاي؟ انا هخيط الناحيه التانيه وهيبقى عامل كده. شفتوا؟ لسه هخيط لكم الناحيه التانيه واوريكم. هخيطها الناحيه التانيه كده وهوريه لكم. بس انا هقص بقى حته من هنا كده يجي قد مثلا برده اسيب سنتي ولا سنتي ونص. ليه بقى؟ عشان اخيط عليها واتبت قوي، عشان السوسته لا تهرب من هنا ولا تهرب من الناحيه التانيه. واخدين بال حضراتكم؟ انا قدامكم هقص اهو. نقول بسم الله ونقص. بصوا اهو هنشتغل لحد هنا. لا نقص بقى، نسيب لها حته حلوه كده كمان. بصوا سيبنا كده حته ونعدل الدنيا كده ونقول بسم الله ونقص. قصينا خلاص. هنقص بقى وهثبت في الناحيه التانيه وهرجع لكم اوريه لكم بقى عامل ازاي. دلوقتي رجعت لكم حبايبي. بصوا منظر البوك بقى عامل ازاي. بصوا منظره دلوقتي خيطته. بصوا كأنه حاجة جديدة خالص. بصوا منظر السوستة. بصوا شايفين شكله بقى عامل ازاي. اتخيط من ناحيتي واتخيط من ناحيتي وقفلته من ناحيتي كده. دخلت لجوه الحرفين وخيطتهم، وهنا قفلت برضو وهنا دخلت الحرفين وخيطتهم. بصوا بقى شكله عامل ازاي. كأنه جديد من اول وجديد. شايفين؟ والسوستة اللي انا حطيتها هاجي اوريها تقفل وتفتح. جميلة جميلة جميلة. يا رب يعجبكم الفيديو. وكمان هعمل ايه بقى كمان؟ هحط له بقى حاجة كده حلوة تزينه كمان كأنه حاجة جديدة لسه لنج. يلا هنعمل ايه؟ هنروح حاطين له حاجة. عندي هنا هو اكسسوار، رحت حاطه له البتاعة دي. بقى حاجة في منتهى الجمال وفي منتهى الشياكة. شكل جديد حلو كأنه بوك لسه شاريه جديد. كأنه جديد لسه من محل، ما فيهوش اي حاجة ولا فيه اي مشكلة. تقدري تعمليه. صلحته تقدري تستخدميه لاي حاجة. انا عامة حطاه. انا بحب احط فيه الفلوس وفكه وكله كله كله بحط فيه. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في البوك الجميل دوت؟ صلحته وبقى جديد. كان هيترمي الحمد لله اهو. صلحته وعملت له كمان الحلية بتاعته دي. بقى زي الفل. حته شمع زياده بشيلها بس كده اهي. بقى زي الفل. كيس شكله في منتهى الجمال. ايه رأيكم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير. واشكركم جدا والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.